بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا الكلام حول أركان الإيمان أو بعض أركان الإيمان. فكم أركان الإيمان؟ كم أركان الإيمان؟ كم؟ 6. أحسنتم. ما هي؟ الإيمان بالله، تؤمن بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالأنبياء، أيوة ساعدوا، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. مر معنا ذكر الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. وصلنا إلى الإيمان بالرسل، ومر معنا بعض ما ذكره المؤلف مما يتحقق به الإيمان بالرسل. قال حفظه الله: رابعا، أي من الأمور التي يتحقق بها الإيمان بالرسل، قال: الإيمان بأنهم أفضل البشر على الإطلاق، وأن أفضلهم أولو العزم منهم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل أولي العزم نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وزاده كرامة وشرفا لديه. نعم، فالرسل هم أفضل الخلق على الإطلاق، وبينهم تفاضل، فليسوا في منزلة واحدة. يقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأفضل الرسل على الإطلاق هم أولو العزم، هم 5 جمعهم الله في آيتين في القرآن. في سورة الأحزاب قال الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا في سورة الأحزاب. وأيضا في سورة الشورى جمعهم الله عز وجل. فجمعهم الله عز وجل هؤلاء أولو العزم في آيتين في كتابه، في سورة الأحزاب هذه، وفي سورة الشورى لا أذكر الآية، من يذكرها؟ له مقاليد السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا. لا، في سورة الشورى في الصفحة الثانية من سورة الشورى. لعلنا ننظر إلى المصحف. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، أي يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فأخذ العلماء رحمهم الله من هاتين الآيتين أن هؤلاء أولو العزم من الرسل،
أن هؤلاء الخمسة أولو العزم من الرسل، وأفضل أولو العزم وأفضل الرسل وأفضل البشر على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال خامسا: ويجب أن نتخذ أنبياء الله ورسله قدوات لنا في سائر شأننا، فهم صفوة خلق الله وأعلم البشر به سبحانه وأتقاهم له وأشدهم حبا له وتعظيما. وأسوتنا وقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو دينه ناسخ لجميع الأديان وشريعته ناسخة لجميع الشرائع. فلو كان هناك أحد من الأنبياء حي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا اتباع النبي. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد، يحكم بشريعة محمد. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه حبر من أحبار اليهود بعض أوراق فيها مكتوب التوراة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في يده فقال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال له، فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوالله لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم في سائر الشؤون، ليس فقط في باب دون باب، في العبادات دون المعاملات، لا، بل في جميع شؤوننا، في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك والمنهاج أي الطريق، فنأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤوننا، في جميع شؤوننا. لا نقول لا كما يقول هؤلاء العلمانيون يفصلون يعني الدين عن السياسة، يفصلون الدين ويقولون الدين فقط في المساجد، ويفصلون الدين عن المعاملة، يقولون الدين فقط في المساجد، أما خارج المساجد لا، شرع غير نحتكم وقوانين وضعية، لا. النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا في جميع الأمور، في عباداتنا وكذلك معاملاتنا، فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء، وكذلك في الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فنأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤوننا. قال سادسا: النبي أعلى مرتبة وأرفع منزلة من الولي بإجماع الأمة، لقول الله جل وعلا بعد أن ساق أسماء كثيرة من الأنبياء، ساق إبراهيم وعيسى، ساق ما يقارب 18 نبي في سورة الأنعام. قال بعد ذلك: وكلا فضلنا على العالمين، وكلا فضلنا على العالمين. فضلهم مطلق على العالمين، مطلق الأنبياء والرسل أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق. تقدم معنا أنهم بعد ذلك تفاوتون فيما بينهم، بعض الأنبياء أفضل من بعض، لكن جملة هم أفضل الخلق، هم أفضل الخلق. فالنبي أفضل من الولي بالإجماع وبنص هذه الآية. قال: ومن اعتقد أن الولي الفلاني أعلى منزلة من الأنبياء فقد رد هذه الآية، وذلك كفر مخرج عن ملة الإسلام. نعم، إنكار آية من كتاب الله، إنكار حرف مجمع عليه، ليس آية بل حرف مجمع عليه، أي في القراءات مجمع عليه أن هذا الحرف ثابت، إنكاره كفر، لأنه تكذيب بالقرآن وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم.
وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر آية في كتاب الله فهذا من باب أولى، ورد آية هذا كفر. الله عز وجل يقول وكلا فضلنا على العالمين، وأنت تأتي تقول الولي الفلاني أفضل من النبي. أين لك الدليل؟ من أين لك الدليل؟ مجرد هوى. إذا كان مجرد هوى ويجوز هذا أن من هوي شيئا فعله فسيكون يعني ضياع الدين، هذا سيسن شيء ويقول هذا جائز لأن نفسي رأت ذلك، ولأن الشيخ الفلاني رأى ذلك بغير حجة ولا برهان، بغير حجة ولا دليل. فسوف يشرع في أحكام الله، يعني يشرع في دين الله أشياء كثيرة، لكن الله عز وجل جعلنا نحتكم إلى كتابه وإلى سنة نبيه في كل شيء. في كل شيء أشكل علينا نرجع. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول في حال حياته إليه وفي حال مماته إلى سنته، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دلت هذه الآية أن من لم يرجع إلى الكتاب وإلى السنة ويتحاكم إلى الكتاب وإلى السنة فإنه اتبع ايش؟ الشيطان. لأن الله عز وجل قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأي؟ بأن أرجعتم الحكم إلى الكتاب والسنة لاتبعتم الشيطان. إذن من لم يرجع الحكم إلى الكتاب والسنة فهو اتبع الشيطان. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه نزلت في اليهود طبعا، حصل بينهم مسألة فأرادوا أن يتحاكموا إلى الساحر أو الكاهن، أرادوا أن يتحاكموا إلى غير حكم الله، وغير حكم الله طاغوت يسمى. وهذا عام، وإن كان سبب النزول خاص في اليهود، لكن كل من لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة فهو متحاكم إلى الطاغوت، فهو متحاكم إلى الطاغوت. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، وكثير من الناس يزعم أنه مؤمن بالله ورسوله، لكن في مسألة الحكم إذا حصل لبس، إذا حصل مشكلة، إذا حصل فتنة، أين المرجع؟ أنت تزعم أنك تؤمن بالله، ارجع إلى حيث أمرك الله. إلى أين يرجع؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. أما إذا لم ترجع إلى الكتاب والسنة فأنت حكمت الطاغوت واتبعت الشيطان. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذا تركت حكم الله وذهبت إلى حكم البشر فأنت اتبعت إرادة الشيطان، اتبعت إرادة الشيطان. الشيطان يريد أن يضلك، لأن الله عز وجل قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بتحاكمهم إلى غير الكتاب والسنة. إذن كل شيء يحصل وكل نازلة تنزل وكل حكم يختلف فيه فالمرجع للتحاكم
إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إلى قول فلان أو رأي علان أو شيخ أو ولي. كل ذلك لا يقبل، لا يقبل. المرجع إلى الكتاب والسنة. وأقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. مثلا قال العالم الفلاني كذا، لا نقول خلاص لماذا شرعت، لماذا هذا يفعل؟ لأن العالم الفلاني قال كذا. لا، ليس دليل قول العالم، إنما قول العالم يستدل له. قال العالم الفلاني كذا، ما هو الدليل؟ ليس معنى هذا أن هذا تنقص في العلماء وأننا نذهب يعني نحتقر العلماء وننزل من قدرهم. لا، كلا وحاشا، نعرف للعالم قدره، لكن من معرفة قدر العالم أنه ليس بمعصوم، وأن وأنه يؤخذ من قوله ويرد، وأنه يحترم بسبب أخذه بالدليل. العالم يحترم بسبب أخذه بالدليل. أما إذا كان يخالف الدليل وهو يعلم فهذا لا كرامة له، هذا لا كرامة. إذا كان يخالف الدليل وهو يعلم أنه مخالف للدليل وليس عنده دليل يخالف هذا الدليل، هذا لا كرامة لقوله. إذن العالم يستدل لقوله. قال العالم كذا، ما الدليل؟ لا يستدل بقوله هذا جائز. لماذا؟ لأن العالم الفلاني قال. لا يستدل بقول العالم، إنما يستدل لقول العالم. فهنا يبين ضلال من يقول أن الولي أرفع من النبي، فهذا كفر. هذا كفر أن يقول أن الولي أفضل من النبي. والله عز وجل يقول: وكلا فضلنا على العالمين. أي هذا القول كفر. وليس معنى عندما يطلق لفظ الكفر، ويطلق العلماء في كتبهم لفظ الكفر، أننا نذهب ونقول هذا كافر. لا، هذا الرجل كافر. لا، هذا التكفير باب خطير، تكفير المعين باب خطير. فإذا قال العلماء هذا القول كفر فقال به أحد، لا نطلق عليه بأنه كافر. من يطلق على الرجل بأنه كافر؟ العلماء. هذا مرجع إلى العلماء. ولذلك أهل السنة والجماعة متورعون في مسألة التكفير المعين. تكفير المعين لا تجدهم في كتبهم ولا في كلامهم أنهم يكفرون بالعين، بينما غيرهم من أهل البدع والضلالات يطلقون التكفير كالخوارج وغيرهم، تكفير على الأعيان بالجملة يكفرون. وفوق ذلك يتهم أهل السنة بأنهم هم الذين يكفرون، يتهم أهل السنة بأنهم هم الذين يكفرون. حاشا وكلا، حاشا وكلا. ليس من حق أهل السنة مسألة التكفير، هذا أمر. وهذا يرد على من يقول أن أهل السنة يكفرون، أنتم تكفرون. أهل السنة ليس من حقهم أن يكفروا. مسألة التكفير مسألة دخول العبد في الإسلام وخروجه منه، هذه الله عز وجل هو الذي شرع هذا وهو الذي بين هذا. أما أهل السنة حسبهم أن يكونوا ناقلين، ينقلون فقط عن الله
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أهل السنة ينقلون فقط هذه الأدلة وغيرها من الأدلة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أطلق الله عز وجل فيها أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيها الكفر، أطلق فيها الكفر، ينقلون فقط. إذن هل يكفرون؟ لا، أهل السنة ما يكفرون، فقط إنما ينقلون ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت طبق هذا الدليل على نفسك، أنت طبق هذا الدليل على نفسك. هل أنت ممن وصفهم الله بهذا الوصف أو لا؟ لا تقول أهل السنة. أهل السنة يقولون قال الله تعالى كذا وكذا وكذا، وأهل السنة يكفرون. ما كفر أهل السنة. أهل السنة نقلوا لك الدليل. إذا نقلوا لك الدليل وأنت تقول يكفرون، إذن أنت الذي كفرت نفسك لنفسك. الله عز وجل يقول كذا، انظر أنت هذه صفتك. إذا كانت هذه صفتك، من الذي قال أنك كافر؟ أهل السنة؟ لا، أهل السنة نقلوا لك الدليل فقط. أهل السنة نقلوا لك الدليل. قال: الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. قال: هو يوم القيامة ويوم الحساب، يوم فيه يتم عدل الله بين خلقه، وفيه يحكم الله بعدله ورحمته، فيقضي للحق من الباطل، ويعلو الحق وقتئذ، ولا يعلو عليه من الأمور شيء. اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بما بعد الموت، بكل ما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه، ومن سؤال الملكان للعبد في قبره، وغير ذلك مما يكون من الأهوال والشدائد والمصائب والزلازل في ذلك اليوم، وكذلك ما يعني له من علامات صغرى وكبرى، يشمل جميع هذه الأمور. وهو سمي باليوم الآخر لأنه آخر يوم من هذه الدنيا، بعد ذلك ينتقلون العباد إلى جنة وإلى نار. قال: ويتحقق الإيمان باليوم الآخر من أوجه نذكر بعضها. أولا، الإيمان بأنه آت لا محالة، وأن من أنكره كفر وألحد، وهو لازم من لوازم العدل الإلهي، أي من لوازم عدل الله عز وجل. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. نعم، أنه آت لا محالة، ومن أنكره كفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وصفهم الله عز وجل بأنهم كفار. لماذا؟ لأنهم أنكروا البعث. قال: فالله لم يقدر أن يكون الجزاء في الدنيا، بل أخره إلى يوم القيامة ليتحقق الامتحان للإنسان، فإن الظالم في الدنيا قد يموت منتصرا، وقد يموت المظلوم مهزوما. فلذلك أعد الله لعباده يوما فيه يجتمعون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وفيه يتحاكم المتخاصمون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، في محكمة عنوانها لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. قدر الله عز وجل أن يكون الجزاء على الأعمال في اليوم الآخر، في يوم القيامة، ولا يكون في هذه الدنيا. ابتلاء وامتحان واختبار للعباد. ففي الدنيا قد يموت الظالم وهو منتصر، يعني آخذ
أخذ ظلم واستمر هذا الظلم معه، وهو آخذ ما يعني هذا ما أخذه ظلما حتى مات، يموت منتصرا، يعني معه المظلمة لم تؤخذ منه. وقد يموت المظلوم مهزوما، أي أخذ حقه ولم يرجع له. لكن في يوم القيامة ترد المظالم إلى أهلها، ترد المظالم إلى أهلها، تعود الحقوق إلى أهلها، تعود الحقوق إلى أهلها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أي ترجعوها إلى أهلها، حتى أنه يقتص للشاة الجلحاء التي بلا قرون من الشاة القرناء التي فيها قرون. في الدنيا التي لها قرون يعني نطحت هذه وآذتها، آذت هذه الشاة التي ليس لها قرون. فيوم القيامة يؤخذ لهذه التي ليس لها قرون من هذه التي لها قرون، يعني من البهائم، حتى من البهائم يحشر الله عز وجل حتى البهائم لكي يقتص للمظلوم من الظالم، فيشاهد الخلق هذه البهائم، يؤخذ حق المظلوم من الظالم، بهائم وهي بهائم لا تعقل، ثم لأجل ماذا؟ لأجل أن ينظر العباد عدل الله عز وجل، وأن الله لا يظلم أحدا شيئا. ثم بعد ذلك، بعدما يقتص الله عز وجل من المظلوم للظالم في البهائم، يقول لها: كوني ترابا، فتكون ترابا البهائم. فعند ذلك يتحسر بنو آدم لما يشاهدونه من أنها ترد المظالم إلى أهلها، ولكن هيهات لا تنفع الحسرة ولا الندامة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.